سلام الله عليكم متابعي الكرام، سعيدة بلقياكم في هذا العرض الإخباري. وهذا أبرز عنوانه: رسالة عاجلة من الملك محمد السادس إلى المغاربة. لكن قبل الشروع في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، الملك محمد السادس يدعو إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وذلك لتحقيق سيادة المغرب في الصناعة الوطنية. وأكد العاهل المغربي محمد السادس أن بالنظر إلى هشاشة سلاسل القيم العالمية وفي ظل الاعتماد الكبير على الواردات، فإن سيادة المغرب في الصناعة تظل في صلب الأولويات، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وذلك بشكل تنافسي من أجل تقليص هذا الاعتماد ودعم قدراتنا على الصمود والرفع من مستوى تنافسيتنا وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة. وأبرز الملك في رسالة وجهها اليوم الأربعاء إلى المشاركين في الدورة الأولى من اليوم الوطني للصناعة التي تنعقد بمدينة الدار البيضاء أنه ينبغي الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة. وفي هذا الصدد، أكد الملك أنه لا سبيل لتحقيق أي طموح صناعي بدون رأس مال بشري يتمتع بالقدرات والكفاءات العالية، مبرزا ضرورة تعميم النسيج الصناعي الجديد لملائمة الرأس المال البشري مع الحاجيات الخاصة للمشاريع الصناعية وتقوية المهارات التدريبية. ودعا العاهل المغربي في هذه الرسالة التي تلاها وزير الصناعة والتجارة: إن بلدنا يحتاج إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة وتوفر المزيد من فرص الشغل، مضيفا أنه يتعين على القطاع الصناعي أن يجعل من القدرة على توفير مناصب شغل قارة للشباب رهانه الأول.